عني، وابكي معي واصرخي بالصوت والأنة عن الأخوة وللمه غايبة عني، ما قد جرى ما تفاصيل الخبر عنه. يا للعجب الأخوة ضايعة مني، أيش المرض ما سبب للحقد والعلة. قصيدة كلمات الشاعر أبو رياض عادل هاشم من أبناء الحيمة الداخلية عزلة بني عمرو قاع الصيد بيت الخطابي، تعبر عن الأخوة وسلبياتها. يلحنها فايز أبو شمس الكليبي ويعزفها أبو خليل عبد فرحان المعافى وأيقحها زياد فرحان. تسجيلات الفايز تمام. أبو رياض قال حني يا جبال حني، وابكي معي واصرخي بالصوت والأنة عن الأخوة والمه غايبة عني، ما قد جرى ما تفاصيل الخبر عنه. يا للعجب الأخوة ضايقة مني، أيش المرض ما سبب للحقد والعلة. بكتب رسالة وليت الكل يفهمني، لكل عاقل وجاهل من بلغ سنه، ما نام لأهل المصالح أنت تعرفني، كرامتي فوق ماش كبره ولا منه، ما نش مبطن ولا بعسوس ترخصني، ومن يحاول يفكر يحترم نفسه. هذا كلامي لمن أذنيه تسمعني، قف عند حدك كفى للصبر عنوانه، ومن طعن ظهر أخوه ما له ثمار يجني، وقد خسر من محاصيل ما زرع منه، بعطيك جرعة مغلف قاتله تنهي، ومن يحاول معك يظهر في اللعبة. واللي يخون الرجال ما له مثار مني، بطلق لها السهم واطرحها وسط عينه، وركب المشناقه لمن عصوا امري، واعلن بحكم القصاص واطلق بنيرانه. يا كل فاسد حذاري كف واتركني، اخر نصيحه وربي لقطع لسانه. ما انا فقير بين دورت امتلي بطني، ولا شقاره ولا دلسي وتخزينه، عندي قناعه من الله سوره مبني، قد قالها في صفاته كنز في